ازيكم جميعا. النهارده هنتعلم حاجة جديدة في برنامج هاي بينت، البديل لبرنامج بروكرييت على أجهزة الأندرويد. برنامج هاي بينت حلو جدا، وبرنامج فيه كل الحاجات اللي ممكن تحتاج لها عشان ترسم أو عشان حتى تحرك أنيميشن بسيط. لو انت لسه بتتعلم مبتدئ في التعليم الأنيميشن تقدر تتمرن عليه كويس جدا. أول ما بنفتح، أنا هنا اخترت الصورة دي، رسمتها في الفيديو اللي فات. اخترتها عشان اعمل فيها انيميشن بسيط. اول حاجه فيها هتلاقي اول ما بتفتح الديسبلاي كده الشكل بتاعك قدامك، الصوره والكانفا مفتوحه وكل التولز عندك، وفي طبعا شرح كامل للتولز دي في فيديو قديم اسمه شرح كامل لبرنامج هاي بينت. هتلاقي فيه 3 نقط فوق هنا لو فتحناهم هيجيب لك كرييت انيميشن موجوده اهي. كرييت انيميشن اول ما بندوس عليها بيحصل اللي انتوا شايفينه ده، بيظهر بار تحت كده في اللاير بتاعتي. الرسمه دي كلها على لاير واحده زي ما انتوا شايفين. لو جينا فتحنا اللايرز فوق هنلاقي اللاير قدامنا كده. طيب البار اللي بيظهر لنا ده عباره عن ايه؟ ده بار الانيميشن اللي احنا هنشتغل عليه. اول حاجه بيظهر لي علامه بلاي الاول هنا في الجنب، في اكس طبعا، اكس شرحه نفسها لو عايزين نقفل خالص موضوع الانيميشن. على الناحية التانية بنلاقي كلمة play، ده لما بنرسم كذا لاير أو كذا رسمة عشان تتحرك بنعمل play فبتتحرك قدامنا. علامة البلس دي بنستخدمها عشان نزود لاير. خدتوا بالكم أول ما زودت لاير اللي حصل؟ أول ما دوست علامة البلس في لاير حصلت، وفي نفس الوقت الرسمة الأساسية اللي هي كنا واقفين عليها بقت شفافة لأنها بقت في لاير لوحدها. وده هو هنا هيحرك لنا، لو دوست على بلاي بصي بيحرك الرسمة، بيحرك اللايرز كلها بشكل سريع عشان يدينا الوهمة بتاع التحريك. طيب هنا عمل لي بنعمل اي لاير زياده من علامه البلس دي، في بعديها علامه كده غريبه بندوس عليها. دي عباره عن ايه؟ بيقول لي previous frame و next frame ومكتوب فوق onion skin settings. يعني ايه onion skin دي؟ اللي هي قشرة البصلة، عشان يقولك انت لما بتيجي تحركي، اي حد بيتعلم انيميشن هيبقى فاهم معناها، عشان يوريكي الحركة اللي قبلها واللي بعدها. فهنا الفريم اللي قبليها فريم يعني اللاير اللي قبليها، هو هنا هيحول لك الرسم فريم باي فريم، نفس الانيميشن اللي موجود بالظبط او اداة التحريك اللي موجودة في برنامج بروكرييت. هنا ممكن عايز تظهر خطوة واحدة بس او خطوتين او 3 او 4، هنفهم واحنا شغالين ازاي في البريفيوس في الفريم اللي قبلها، ولا عايز تبين كل الخطوات من اول فريم لاخر فريم. ونفس الحاجة في الصورة اللي بعدها، واحنا شغالين هنفهم اكتر. وهنا كلمة color لو عايزين نخلي الفريمز، اول هنا احنا شغالين في البريفيوس فريم، سوري في النكست فريم، لو انا عايزة الفريم اللي بعدها بلون والفريم اللي قبلها بلون واحنا شغالين هنفهم اكتر. مثلا نخلي الفريم اللي بعدها بالازرق، وهنا هخلي الفريم اللي قبلها بالاحمر. زي ما انتم شايفين انا عملت كده بقى ايه، في اكن ده الفريم الاولاني فبقى لونه مختلف عن الفريم التاني. تمام. طيب ده كده الأونيون سكين سيتنجز. بعد كده في كلمة سيتنج أو شكل اللي هي السيتنجز. هنا لوب أو بينج بونج أو وان شوت، ده معناه ايه الكلام ده؟ لوب لا واحنا بنشتغل هنفهم كل واحدة لوحدها. وهنا الفريمز بير سكند، يعني عايزين السرعة قد ايه. أنا هنا هخليها على يعني مش كبيرة قوي، خليها على 8. جوست أنا مجربتش جوست قبل كده، خلينا نجربه واحنا شغالين. وبعدين هنا في الاخر خالص شيرنج بقى، بعد ما تخلصي الفيديو بتاعك بتعملي يا اما اكسبورت على شكل GIF اللي هو يفضل يتعاد كده بشكل فيديو صغير، او اكسبورت MP4 كفيديو. فخلينا ايه نشوف هنعمل ايه. طيب في هنا حاجة تانية مهمة قوي. لما انا هنا مثلا البرطمان اللي انا رسمته ده او الجار اللي انا رسمته ده، انا مش عايزاه يبقى فريم وسط الفريمات، انا عايزاه يبقى هو الصورة الاساسية، وانا هرسم كأن في حاجة جواه بتتحرك. فهنيجي نقف عليه كده، ولو ضغطنا تاني هيطلع لنا duplicate او delete او background او hold duration. يعني ايه الكلام ده؟ اي لاير هتقفي عليه هيطلع لك الشكل اللي انت عايزاه، الشكل اللي قدامك ده. انا هنا عايزه الرسمه دي تبقى باك جراوند عندي. يعني ايه باك جراوند؟ يعني هتفضل ثابته معايا مش تتحرك. تمام. وانا هزود لايرات على قد ما ازود هي مش تتحرك، هتفضل زي ما هي.
طيب في حاجة كمان انا عايزة اعمل جايد لاين ليا. انا دلوقتي واقفة على اللاير بتاعة الباك جراوند اللي هي دي اهي، انا هقف هنا عليها من لايرات فوق. انا عايزاها تبقى باك جراوند ليا، وعايزة كمان اعمل فيها حاجة زي يعني عايزة جايد لاين ليا عشان ارسم عليه الانيميشن بتاعي. فخلينا ناخد لاير جديدة ونختار لون احمر، عشان في الاخر اللاير دي احنا هنمسحها، وعايزينها تبقى ثابتة معانا زي الباك جراوند بالظبط، مش عايزينها تتحرك. فخليني الاول ارسمها، هجيب بس قلم مناسب. هنعمل علامة كده الانفينيتي دي، بس نكبرها شوية. ده هيبقى جايد لاين لينا، تمام، عشان نعمل عليه الحركة بتاعتنا. ماشي. طيب هنخليه ازاي يفضل ثابت معانا وما يتغيرش؟ يعني انا لو دوست بلاي هيروح ويجي، لان الفريمز بتتعاد وهو بيروح ويجي. انا عايزاه ثابت زي البرطمان بالظبط. هعمل ايه؟ هنيجي هنا في اللايرات وهنعمل سيلكشن على اللاير اللي احنا عايزين نثبته، واللاير اللي هو اصلا اوريدي باك جراوند، وهنخليهم في جروب واحد. خلينا نيجي نقف هنا كده في الفايل اللي فوق ده اللي عليه علامة بلس، وهنخليهم في جروب واحد. طيب بقى جروب واحد حلو كده، بس ستيل برضو لو دوسنا بلاي هيفضل يتحرك، مش هيفضل ثابت. طب نعمل ايه عشان نخليه ثابت ما يتحركش وما يروحش في حتة؟ هنقف عليه تحت. هو بصي هنا هتلاقوه اتجمع عندنا تحت اللاير والشيب اللي احنا رسمناه. هنقف عليه تاني ونأكد المعلومة انه باك جراوند تاني. هنا مش هيتحرك خالص، مش انا دوست بلاي مش بيتحرك. هنبدأ بقى نرسم الانيميشن بتاعنا. قبل ما نرسم الانيميشن هحط جايد لاين في الاحمر ده، الجايد لاين بتاعي. هعمل نفس الحاجة. هنبدأ ان كأن في زي دبانة محشورة جوه البرطمان ده وبتطير، فهنعمل جايد لاين ليها الحركة بتاعتها. زي ما احنا عارفين في الانيميشن هنعمل كده زي ايه، خطوط تبين لنا احنا فين. طبعا الخطوط كل ما خليتيها قريبة من بعض كل ما الحركة كانت قريبة، كل ما الشيب بقى قريب من بعضه. سوري، كل ما الحركة بقت بطيئة، معلش. كل ما الحركة كانت بطيئة، كل ما بعدتيهم عن بعض كل ما الحركة كانت سريعة. طيب ده كده الجايد لاين بتاعنا. هنمشي بقى عليه في اللايرات الجديدة. هنجيب بقى فريم جديد ونبدأ نرسم الشيب بتاعنا. هنرسم هنا كورة، طبعا هي في الاخر هتبقى دبانة، بس احنا ايه عشان نشوف الشكل عامل ازاي. نجيب الفريم اللي بعده. مجرد ما انتقلت للفريم اللي بعده زي ما انتوا شايفين ده بقى لونه خفيف بس باين قدامي عشان ابقى شايفاه برضو. نعمل فريم جديد. مجرد ان انا بدوس على علامة البلس انا هنا عملت له حاجة زي stretching. على كل علامة عملتها بعمل فريم جديد وبرسم رسمة، برسم يعني الشيب بتاعي بيتحرك ازاي او الشكل اللي انا عايزة ارسمه.
لو دوسنا بلاي اوكي هنمسح بس ده المفروض ما يتديليت. هنا حصل في الاول هنا في حركة بطيئة عشان قريبين قوي من بعض، وخلينا في السيتنجز نسرع شوية اللي بيحصل. هنا بقى سريع قوي. اوكي ماشي، نصلح بقى اول حتة دي. نشوف كده نمشي الحركة. ماشي هنمسح اول واحد. طبعا انا مش انيميتر او اي حاجة، انا بس بوريكم الاداة دي بتشتغل ازاي. مش عارفة ليه هنا مش سموز انف، مش فاكرة، مش عارفة ايه الغلطة بصراحة، او مش فاكرة. اوكي ممكن نشيل دي، شوف كده نعمل اندو. ممكن نعمل فريم زيادة ونجيبه هنا. اوكي في اخر واحدة كانت دي، ودي اول واحدة. اوكي خلينا نمسح اخر واحدة دي ونرسم هنا في اول لاير جديدة دي، نرسم دورية. ما علينا، اللي بيذاكر انيميشن وفاهم الانيميشن كويس يعرف الغلطة فين. بس دلوقتي انتوا فهمتوا شكل الفريمز وفهمتوا الحركة بتعمل ازاي. طيب انا دلوقتي عايزة ان انا اشيل بقى الجايد لاين اللي انا عاملاه ده. هاجي في الاول خالص عند الجروب اللي انا كنت عاملاه في الاول، سوري الجروب ده، وهمسح بقى اللاير دي خالص، هشيلها كده ديليت، فما بقتش موجودة. لو جينا دي كده ندوس بلاي بقى في شيب بيتحرك، احنا مش عارفين هو عبارة عن ايه. هنبدأ بقى ايه، نمسك بقى لاير باي لاير ونلونها ونغير في شكلها. لا براش مش لطيفة. خلينا نختار اي واحدة وخلاص عشان ننجز. بليد ماشي. هنخليها
حاسه يبقى يتحول لصرصار كبير مش دبانه. هنبدأ هنا بقى نلون فريم باي فريم. انا هنا اول فريم جبته وهبدأ مثلا خليها عصفورة عشان شكلها ما يبقاش يخوف. هنعمل لها مثلا منقار كده، نروح للي بعدها نجيب اللون الاسود ونلونها ونعمل لها منقار وجناحات. ماشي، اللي بعدها مش لازم الحاجة تبقى مظبوطة 100%. هي ده الأداة بتاعة التحريك اللي موجودة في هاي بينت، هي أداة بسيطة خالص عشان التعليم الفريم باي فريم، عشان تعرف تلون فريم باي فريم أو تحرك حركة سريعة يعني بسيطة للحاجة. فهو حلو قوي في مذاكرة الأنيميشن لأجهزة الأندرويد. نيجي لللاير اللي بعدها نلونها ممكن نصغر ال الشيب اللي احنا عملناه قبل كده عادي، نظبط فيه ونصلحه شوية لو حسينا ان هو مبالغ فيه. بس الاول ده كان جايد لاين لينا. نكمل، احنا وقفنا هنا، نيجي للي بعدها نجيب اللون الاسود. معلش انا بعوج الشاشة عشان اعرف الونها، احاول ما اعوجهاش. كده احنا فهمنا اللايرز بتتعمل ازاي. طبعا هنا بصوا لو تاخدوا بالكم احنا واقفين عند اللاير دي، اللايرز اللي قبلها بصي لونها ايه، لونها احمر، عشان احنا لما جينا لعبنا في السيتنجز بتاعت الاونيون سكين اللي هنا دي خلينا لونها احمر. فكل البريفيوس فريم، اي حاجه بريفيوس يعني اللي قبل، اي فريم قبل اللي احنا شغالين فيه يبقى هيظهر لي باللون الاحمر. طب لو انا عايزه ما يبقوش 2 بس، انا هنا عامله كاونت 2، 2 بس اللي يظهروا قبل. لو انا مش عايزه 2 بس هزود الكاونت بتاع الفريم. بس لما بزود ايه اللي بيحصل، بيظهر لي كل اللي كان قبل، وده البريفيوس فريم اللي هو اللي قبل الفريم اللي انا قبل شغاله فيه. الفريم اللي بقى النكست فريم لو تاخدوا بالكم ده بس اللي ظاهر، الازرق ده بس اللي ظاهر عشان هنا مختاره كاونت 1. انا ممكن ابينهم كلهم، بزود هنا العدد زي ما انا عايزه كل اللي عشان يبقوا باينين قدامي، عشان اشوف الحركه ناعمه ازاي او مش ناعمه ازاي. يعني مثلا هي لما ظهرتهم كلهم قدامي، الحته اللي مش عجباني اللي هو ان في حته قطعه في الاول كده بيحصل اختفاء للشيب، عشان دول مش مرتبطين ببعض، الاتنين دول مش مرتبطين ببعض في الاخر. فهحاول ان انا اصلحه لما اجي اقف على اللاير ده، احاول ان انا اظبط المشكله دي. همسحه كده واكبره شويه، بس انا محتاجه اشوف كلهم كده. لما زودت الكاونت بتاع البريفيوس فريمز بقى ظاهر قدامي، فهعرف ان انا اربطهم ببعض. يا رب اكون صح. طيب اوكي، تعالوا كده نجرب الحركه. برضو في قطع معرفش ليه، هي غلطه من عندي، انا عارفه ان انا مش انيميتر، بس مش عارفه ايه المشكله في ايه. طيب هبطأ شويه عشان اشوف المشكله عايزه ايه.
بتختفي ليه بقى؟ اه، اختفت ليه بقى؟ مش عارفة. المفروض كده كلهم متوصلين ببعض، بنختفي ليه؟ مش عارفين. هل في فريم ده بعديه ده على طول؟ اوكي، خلينا نعمل كده حاجة، نكبر شوية دي كده، احنا واقفين عليها اوريدي. مش عارفة، يبقى كده مشكلة من البرنامج نفسه ولا ايه؟ مش عارفة. ولا انا مش عاملة لوب؟ لا، عاملة لوب. لوب اهو. لوب يعني ايه؟ يعني بيفضل رايح جاي. لكن بص، بينج بونج لما دوست على بينج بونج بيروح ويجي، لكن لوب بيفضل يكمل. كأن الشريط بيسف، هو مكمل، ما بيغيرش حاجة. طيب خلينا نكمل. خلي بس الفريمز قصدي على 10 او حاجة فريمز. هنخلي بس الحركة سريعة شوية كده، بقت سريعة قوي. خليها 8 فريمز بير سكند، يعني الفريمز بتتحرك بسرعة كم فريم في الثانية، فهنخليهم 8 مش اكتر عشان تبقى الحاجة واضحة. طيب احنا كنا واقفين هنا، هنكمل شغلنا عادي جدا. اللي بعديها، سوري انا عايزة اسود. ولون الاصفر. هنمسح شوية كده. مش عشان حاجة، بس عشان شكلها مكعبر اوي. طبعا يعني انا شغالة بسرعة، فالحاجة شكلها مش احسن حاجة، بس التول هي. لو عايزين تقعدوا تشتغلوا بالراحة وتحنتفوا في الانيميشن بتاعكم معاكم كل الوقت. نكمل. انا زي ما قلت قبل كده، انا مش انيميتر ولا حاجة، انا بس ايه، بعلمكم التول اللي موجودة في البرنامج.
هنعمل بلاي. انا مش عارفه الحته دي بتعمل كده ليه في الاول. المفروض ان هما يبقوا لوبينج، يجوا ورا بعض على طول بشكل سموث عن كده. معرفش المشكله في البرنامج او حاجه انا غلط عاملاها، يعني وارد احتمال يبقى في حاجه انا غلط عاملاها مش عارفه هي ايه. فخلينا كده. طيب في حاجه دي تالتة، يعني حاجه اخيره عايزه اعلمها لكم في الحكايه دي. بعد ما خلاص عملنا هسرع بس شويه، خليهم على 10. اوكي. بعد ما عملنا الانيميشن كده، في حاجه ممكن زياده نعملها. ممكن نزود هنا لاير. هنزود لاير، نعمل بلس علامات لاير جديده. اللاير دي ممكن ندوس عليها كده. بصوا ظهر لي ايه. حاجه تانية ظهرت لي فور جراوند مش باك جراوند. يعني ايه فور جراوند؟ يعني لو دوست عليها هتفضل معايا قدام. يعني مثلا انا عايزه ارسم ان البرطمان ده بيلمع شويه، فهجيب برش لونها ابيض، وهشتغل بيها قدام كده. هرسم كده على البرطمان. هكبر بس الفرشة شوية اكن البرطمان ده بيلمع، وهعمل بلور بحيث ان انا اسيح اللون. بحيث يديني الافكت ان البرطمان ده بيلمع ومش هيتحرك، هيفضل ثابت. لما اجي كده اشغل كأن العصفورة ثابتة جوه البرطمان. معلش الفيديو قطع مني، كان عندي بس تليفون. خلينا كده بقى ايه، ندوس بلاي نشوف ايه اللي هيحصل. الحركه اتظبطت لوحدها، يعني هو قرر ان هو يصلح الحركه. كان بيحصل هنا في مشكله في الحركه، بيحصل اختفاء للطائر الغريب ده. ظبطت، صلحت مع نفسها. كان لاج في الابلكيشن واشتغل عادي. هي الحركه فيري سموث وجميله. الفكره بقى انا كنت عايزه اهم حاجتين تتعلموهم، او احسن حاجتين، فكره الفور جراوند والباك جراوند. انكم ممكن ترسموا باك جراوند كبيره، مثلا شارع وشجر وباك جراوند فظيعه وبيوت، وترسموا الحركه اللي انتوا عايزينها. تشوفوا هتحركوا ايه الحاجات اللي هتحركوها، الاوبجكتس اللي هتحركوها، وقدامها تبقوا عاملين فور جراوند. يعني ايه فور جراوند؟ ممكن تعملوا مثلا زرع قدامها ثابت، تعملوا بتاع ده شجر، اي حاجه ثابته. فالفور جراوند هنا فرق جدا في الشكل. يعني هنا لو جيت هنا خليني امسح مثلا اللاير اللي هي انا عاملاها فور جراوند، لو عملت لها هيدن. انا عملت الايه هيدن اهي. بصوا الشكل عامل ازاي، يعني مبقاش فيه عمق للحاجه. نرجع تاني انيميشن، كرييت انيميشن اهي. لو الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم وعجبكم، اعملوا لي سبسكرايب ولايك، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. وسوري لو في لخبطه في الكلام، بس انا مش ببقى محضره الحاجه، مش ببقى كاتبه سكريبت، انا بشتغل واللي بيطلع ساعتها. شكرا على وقتكم تاني، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي سبسكرايب ولايك، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. شكرا جدا. ازيكم جميعا. النهارده هنتعلم حاجه جديده في برنامج هاي بينت، البديل لبرنامج بروكرييت على اجهزه الاندرويد. برنامج هاي بينت حلو جدا، وبرنامج فيه كل الحاجات اللي ممكن تحتاج لها عشان ترسم، او عشان حتى تحرك انيميشن بسيط. لو انت لسه بتتعلم، مبتدئ في التعليم الانيميشن، تقدر تتمرن عليه كويس جدا. اول ما بنفتح، انا هنا اخترت الصورة دي، رسمتها في الفيديو اللي فات. اخترتها عشان اعمل فيها انيميشن بسيط. اول حاجة فيها تلاقي اول ما بتفتح الديسبلاي كده الشكل بتاعك قدامك، الصورة والكانفا مفتوحة وكل التولز عندك. وفي طبعا شرح كامل للتولز دي في فيديو قديم اسمه شرح كامل لبرنامج هاي بينت. هتلاقي فيه 3 نقط فوق هنا لو فتحناهم هيجيب لك كرييت انيميشن موجودة اهي. كرييت انيميشن
اول ما بندوس عليها بيحصل اللي انتوا شايفينه ده، بيظهر بار تحت كده في اللاير بتاعتي. الرسمه دي كلها على لاير واحده زي ما انتوا شايفين. لو جينا فتحنا اللايرز فوق هنلاقي اللاير قدامنا كده. طيب البار اللي بيظهر لنا ده عباره عن ايه؟ ده بار الانيميشن اللي احنا هنشتغل عليه. اول حاجه بيظهر لي علامه بلاي الاول هنا في الجنب، في اكس، طبعا اكس شرحه نفسها لو عايزين نقفل خالص موضوع الانيميشن. على الناحيه التانية بنلاقي كلمه بلاي، ده لما بنرسم كذا لاير او كذا رسمه عشان تتحرك بنعمل بلاي فبتتحرك قدامنا. علامه البلس دي بنستخدمها عشان نزود لاير. خدتوا بالكم اول ما زودت لاير ايه اللي حصل؟ اول ما دوست علامه البلس في لاير حصلت، وفي نفس الوقت الرسمه الاساسيه اللي هي كنا واقفين عليها بقت شفافه لانها بقت في لاير لوحدها. وده هو هنا هيحرك لنا لو دوست على بلاي، بصي بيحرك الرسمه، بيحرك اللايرز كلها بشكل سريع عشان يدينا الوهم بتاع التحريك. طيب هنا عمل لي بنعمل اي لاير زياده من علامه البلس دي، في بعديها علامه كده غريبه بندوس عليها. دي عباره عن ايه؟ بيقول لي previous frame و next frame ومكتوب فوق onion skin settings. يعني ايه onion skin دي؟ اللي هي قشره البصله، عشان يقولك انت لما بتيجي تحركي، اي حد بيتعلم انيميشن هيبقى فاهم معناها، عشان يوريكي الحركه اللي قبلها واللي بعدها. فهنا الفريم اللي قبليها فريم يعني اللاير اللي قبليها، هو هنا هيحول لك الرسم فريم باي فريم، نفس الانيميشن اللي موجود بالظبط او اداة التحريك اللي موجودة في برنامج بروكريت. هنا ممكن عايز تظهر خطوة واحدة بس او خطوتين او 3 او 4، هنفهم واحنا شغالين ازاي في البريفيوس في الفريم اللي قبلها، ولا عايز تبين كل الخطوات من اول فريم لاخر فريم. ونفس الحاجة في الصورة اللي بعدها، واحنا شغالين هنفهم اكتر. وهنا كلمة color لو عايزين نخلي الفريمز، اول هنا احنا شغالين في البريفيوس فريم، سوري في النكست فريم، لو انا عايزة الفريم اللي بعدها بلون والفريم اللي قبلها بلون، واحنا شغالين هنفهم اكتر. مثلا نخلي الفريم اللي بعدها بالازرق، وهنا هخلي الفريم اللي قبلها بالاحمر. زي ما انتم شايفين انا عملت كده بقى ايه، في اكن ده الفريم الاولاني فبقى لونه مختلف عن الفريم التاني. تمام. طيب ده كده الأونيون سكين سيتنجز. بعد كده في كلمة سيتنج أو شكل اللي هي السيتنجز. هنا لوب أو بينج بونج أو وان شوت، ده معناه ايه الكلام ده؟ لوب لا واحنا بنشتغل هنفهم كل واحدة لوحدها. وهنا الفريمز بير سكند، يعني عايزين السرعة قد ايه. أنا هنا هخليها على يعني مش كبيرة قوي، خليها على 8. جوست أنا مجربتش جوست قبل كده، خلينا نجربه واحنا شغالين. وبعدين هنا في الاخر خالص شيرنج بقى، بعد ما تخلصي الفيديو بتاعك بتعمليه يا اما اكسبورت على شكل GIF اللي هو يفضل يتعاد كده بشكل فيديو صغير، او اكسبورت MP4 كفيديو. فخلينا ايه نشوف هنعمل ايه. طيب في هنا حاجة تانية مهمة قوي. لما انا هنا مثلا البرطمان اللي انا رسمته ده او الجار اللي انا رسمته ده، انا مش عايزاه يبقى فريم وسط الفريمات، انا عايزاه يبقى هو الصورة الاساسية، وانا هرسم كأن في حاجة جواه بتتحرك. فهنيجي نقف عليه كده، ولو ضغطنا تاني هيطلع لنا duplicate او delete او background او hold duration. يعني ايه الكلام ده؟ اي لاير هتقفي عليه هيطلع لك الشكل اللي انت عايزاه، الشكل اللي قدامك ده. انا هنا عايزه الرسمه دي تبقى باك جراوند عندي. يعني ايه باك جراوند؟ يعني هتفضل ثابته معايا مش تتحرك. تمام. وانا هزود لايرات على قد ما ازود هي مش تتحرك، هتفضل زي ما هي. طيب في حاجه كمان انا عايزه اعمل جايد لاين ليا. انا دلوقتي واقفه على اللاير بتاعه الباك جراوند اللي هي دي اهي، انا هقف هنا عليها من لايرات فوق. انا عايزاها تبقى باك جراوند ليا، وعايزه كمان اعمل فيها حاجه زي يعني عايزه جايد لاين ليا عشان ارسم عليه الانيميشن بتاعي. فخلينا ناخد لاير جديده ونختار لون احمر، عشان في الاخر اللاير دي احنا هنمسحها وعايزينها تبقى ثابته معانا زي الباك جراوند بالظبط، مش عايزينها تتحرك. فخليني الاول ارسمها، هجيب بس قلم مناسب. هنعمل علامة كده الانفينيتي دي، بس نكبرها شوية. ده هيبقى جايد لاين لينا
تمام، عشان نعمل عليه الحركة بتاعتنا. ماشي. طيب هنخليه ازاي يفضل ثابت معانا وما يتغيرش؟ يعني انا لو دوست بلاي هيروح ويجي، لان الفريمز بتتعاد وهو بيروح ويجي. انا عايزاه ثابت زي البرطمان بالظبط. هعمل ايه؟ هنيجي هنا في اللايرات وهنعمل سيلكشن على اللاير اللي احنا عايزين نثبته واللاير اللي هو اصلا اوريدي باك جراوند، وهنخليهم في جروب واحد. خلينا نيجي نقف هنا كده في الفايل اللي فوق ده اللي عليه علامة بلس، وهنخليهم في جروب واحد. طيب بقى جروب واحد حلو كده، بس ستيل برضو لو دوسنا بلاي هيفضل يتحرك مش هيفضل ثابت. طب نعمل ايه عشان نخليه ثابت ما يتحركش وما يروحش في حتة؟ هنقف عليه تحت. هو بصي هنا هتلاقوه اتجمع عندنا تحت اللاير والشيب اللي احنا رسمناه. هنقف عليه تاني ونأكد المعلومة انه باك جراوند تاني. هنا مش هيتحرك خالص، مش انا دوست بلاي مش بيتحرك. هنبدأ بقى نرسم الانيميشن بتاعنا. قبل ما نرسم الانيميشن هحط جايد لاين في الاحمر ده، الجايد لاين بتاعي. هعمل نفس الحاجة. هنبدأ ان كأن في زي دبانة محشورة جوه البرطمان ده وبتطير، فهنعمل جايد لاين ليها الحركة بتاعتها. زي ما احنا عارفين في الانيميشن هنعمل كده زي ايه خطوط تبين لنا احنا فين. طبعا الخطوط كل ما خليتيها قريبة من بعض كل ما الحركة كانت قريبة، كل ما الشيب بقى قريب من بعضه. سوري، كل ما الحركة بقت بطيئة، معلش. كل ما الحركة كانت بطيئة وكل ما بعدتيهم عن بعض كل ما الحركة كانت سريعة. طيب ده كده الجايد لاين بتاعنا. هنمشي بقى عليه في اللايرات الجديدة. هنجيب بقى فريم جديد ونبدأ نرسم الشيب بتاعنا. هنرسم هنا كورة. طبعا هي في الاخر هتبقى دبانة، بس احنا ايه عشان نشوف الشكل عامل ازاي. نجيب الفريم اللي بعده. مجرد ما انتقلت للفريم اللي بعده زي ما انتوا شايفين ده بقى لونه خفيف بس باين قدامي عشان ابقى شايفاه برضو. نعمل فريم جديد. مجرد ان انا بدوس على علامة البلس انا هنا عملت له حاجة زي stretching. على كل علامة عملتها بعمل فريم جديد وبرسم رسمة. برسم يعني الشيب بتاعي بيتحرك ازاي او الشكل اللي انا عايزة ارسمه. لو دوسنا بلاي اوكي هنمسح بس ده المفروض ما ديليت. هنا حصل في الاول هنا في حركة بطيئة عشان قريبين قوي من بعض، وهخلينا في السيتنجز نسرع شوية اللي بيحصل. هنا بقى سريع قوي. اوكي ماشي. نصلح بقى اول حتة دي. نشوف كده نمشي الحركة. ماشي. هنمسح اول واحد.
طبعا انا مش انيميتر او اي حاجه، انا بس بوريكم الاداه دي بتشتغل ازاي. مش عارفه ليه هنا مش سموز انف، مش فاكره، مش عارفه ايه الغلطه بصراحه، او مش فاكره. اوكي ممكن نشيل دي، شوف كده، نعمل اندو. ممكن نعمل فريم زيادة ونجيبه هنا. اوكي في اخر واحدة كانت دي، ودي اول واحدة. اوكي خلينا نمسح اخر واحدة دي ونرسم هنا في اول لاير جديدة دي، نرسم دورية. ما علينا، اللي بيذاكر انيميشن وفاهم الانيميشن كويس يعرف الغلطة فين. بس دلوقتي انتوا فهمتوا شكل الفريمز وفهمتوا الحركة بتعمل ازاي. طيب انا دلوقتي عايزة ان انا اشيل بقى الجايد لاين اللي انا عاملاه ده. هاجي في الاول خالص عند الجروب اللي انا كنت عاملاه في الاول، سوري الجروب ده، وهمسح بقى اللاير دي خالص، هشيلها كده ديليت، فما بقتش موجوده. لو جينا دي ندوس بلاي بقى في شيب بيتحرك، احنا مش عارفين هو عباره عن ايه. هنبدا بقى ايه، نمسك بقى لاير باي لاير ونلونها ونغير في شكلها. لا براش مش لطيفه. خلينا نختار اي واحده وخلاص عشان ننجز. بليد ماشي. هنخليها مش عارفه، انا حاسه يبقى يتحول لصرصار كبير مش دبانه. طيب اخر حاجه ازاي نسيف الفيديو ده. طبعا يعني دي برضو حاجه يعني داون فول عندهم. معرفش طبعا، انا هنا شغاله على جهاز ايباد، لكن ممكن يبقى الموضوع يكون مختلف على الاندرويد، اجهزه الاندرويد. انا هنا في تحت بيبقى في اخر حاجه خالص بعد علامه البلاي تحت خالص في اخر حاجه بيبقى في علامه الشير او الاكسبورت. لما بدوس عليها بيظهر لي حاجتين، اكسبورت جي اي اف او اكسبورت ام بي 4. على الاكسبورت ام بي 4 لما دوست عليها عشان احفظ الفيديو قال لي ان دي paid سيرفيس، او يعني لازم اكون مشتركه فيها. يعني لما بدوس كده بيظهر لي ان هو ايه،
انيميشن ممبرشيب لازم اكون انا مشتركة بفلوس او برقم محدد عشان اقدر افعل الحاجة دي. لما دوست على فيو ديتيلز لقيت ان المبلغ عبيط، يعني مش حوار يعني. بس عشان ادفع ده انا محتاجة اعمل حاجات تانية كتير، فهخرج برا وهعمل اكسبورت جي اي اف كده اهو. انا بعمل اكسبورت جي اي اف بتبقى حاجة فورمات ابسط بكتير من الفيديو. هلاقيها عندي موجودة في الجاليري، بس مش عارفة هي ليه معوجة ليه مش معدولة، ما عنديش ادنى فكرة. والجي اي اف هو عبارة عن حاجة زي ستيكر او حاجة مش فيديو، فمش عارفة اعمله حتى اديت ان انا اظبط الشكل بتاعه. بس ده مش معناه اي حاجة، معرفش طبعا ده نفس الاوبشن ده موجود على اجهزة الاندرويد ولا لا. بس سو فار انا شايفة ان هي خاصية كويسة جدا لاي حد عايز يتمرن على الانيميشن بتاعه ويشتغل عليه ويطور من نفسه فيه. وفكرة الفور جراوند والباك جراوند بتخلي الحاجة ليها عمق وحلوة جدا. طبعا فكرة ان الفيديو مش متسجل داون فول مش لطيف، بس احنا ممكن نتحايل عليه. يعني ممكن نعمل زي ما انا بعمل دلوقتي، مثلا بعمل ريكورد للشاشة. يعني ممكن اسجل الفيديو بتاعي مجرد ان انا اعمل سكرين شوت، او مش سكرين شوت اللي هي تصوير الشاشة وهي بتتحرك. ده موجود في اجهزة الاندرويد وموجود في اجهزة الايباد. فهتقدر تسيف برضو الفيديو بتاعك، وبعد كده بعد ما تسيفه تقدر ان انت تعمل له كروب ويبقى عندك برضو. فده اوبشن لطيف جدا. ولو الفيديو حسيتوا ان هو مفيد بالنسبة لكم وعجبكم، ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا جدا على وقتكم.